حالة حزن كبيرة تكوب شوارع بورسعيد عقب هزيمة النادي المصري من فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية. المصري البورسعيدي قدم أسوأ مباراة ليه مع دكتور ميم عبد الرازق منذ توليه القيادة الفنية عقب رحيل العميد حسام حسن، ده اللي سبب غضب كبير وحزن شديد لجمهور النادي المصري بعد الأداء المتواضع اللي ظهر فيه اللعيبة امبارح في مباراة سيراميكا، وضيعوا الحلم اللي كان منتظره الجمهور والفوز بكأس رابطة الأندية المصرية. بعد نهاية المباراة الجمهور المصري شن هجوم كبير على اللعيبة بسبب الأداء السيء اللي ظهروا بيه خلال المباراة، وبصراحة الجمهور المصري عنده حق. الجمهور ده تعب كتير ورا الفرقة، بيسافروا وراه لبرج العرب 5 ساعات رايح و5 ساعات جاي. وأنا حابب أقول كلمتين، يعني طبعا في البداية قدر الله ما شاء فعل. هارد راك النادي المصري مش مكتوب لنا ان احنا نكسب، والفرحة الحمد لله على كل شيء، بس حابب اقول كلمتين. اي لاعب في المصري ما عندوش انتماء للفانلة اللي هو لابسها وكل تفكيره انه يلعب اهلي والزمالك يتفضل مشكورا بره النادي، لان النادي المصري فريق كبير وله احترامه وله شعب كامل واقف وراه، واللي يلعب فيه لازم يحترم ده. حابب اقول لبعض اللعيبة زي كريم العراقي، احنا استحملناك كتير قوي، والناحية اليمنى في النادي المصري نقطة ضعف خلال اخر 6 سنين. مفيش اي تطور في مستواك خالص، مفيش حتى رفعات ولا عرضيات نفتكرها لك. الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن نفتكرها لك ان انت جيت عليك وقت وبدأت تتنطط على النادي وعملت بلوكات للجمهور لأي حد يهاجمك، وقعدت تقول أنا جاي لي عروض من أوروبا من بعد بطولة أفريقيا مع المنتخب الأولمبي. الحاجة التانية إسلام أبو سليمة، أنت لعيب محترم وياما فرحتنا بأهدافك، لكن للأسف مستواك متراجع جدا من بعد العودة من الإصابة، وبقيت نقطة ضعف في خط الدفاع. أما بالنسبة لعمرو موسى، طبعا أنت كابتن الفرقة وليك كل الاحترام والتقدير، ومتأكد انك كان نفسك ترفع الكاس وتاخد بطولة مع النادي، لكن السن والعمر له رأي آخر، ودي حاجة متعبكش. وعلى مجلس إدارة النادي المصري والجمهور تكريمك قبل الرحيل عن النادي. أما بالنسبة لمروان حمدي، أنا بعتبره من أحسن المهاجمين في مصر في الوقت الحالي، وماتش امبارح ده أنا مقدرش أقول إنه قدم مباراة سيئة، لان المصري كان بيلعب من غير نص ملعب، فبالتالي مفيش حد بيوصل الكرة للمهاجم، لكن انا متأكد ان مروان حمدي عنده احسن من كده بكتير. ايزي ايميكا هو افضل لاعب في المباراة بالنسبة للنادي المصري، كان بيقاتل على كل كورة بمعنى الكلمة، واحسن من لعيبة كتير بنقول عليهم ولاد البلد. هو ده اللعيب اللي احنا لازم نحافظ عليه ونبني عليه جيل جديد ينافس على البطولات، وانا متأكد ان اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن بدعم ومساندة الجمهور في بورسعيد. عصام ثروت حارس المرمى قدم موسم كبير اوي مع المصري، ما كانش موفق في الماتش امبارح، لكنه حارس كبير ولازم نحافظ عليه. رسالتي لجمهور النادي المصري الوفي المحب اللي يناديه، مش هي دي النهاية، دي مجرد بداية. اللي جاي لسه احسن ان شاء الله مع مستر كامل ابو علي. عندنا لسه بطولة كاس مصر، ممكن يكون ربنا سايب لنا حاجة احسن عشان يفرحنا. اقفوا جنب الفريق لغاية ما نبني الاستاد ونرجع تاني نقف على رجلينا. انتم دايما السند للنادي المصري. كل التوفيق للنادي المصري خلال الفترة القادمة ان شاء الله، وانا متأكد ان ربنا كاتب لنا حاجة تفرحنا بإذن الله. شكرا للمتابعة، وما تنساش تدعمنا وتعمل اشتراك في القناة.